يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكرواسون او الميني مولتو زي ما احنا شايفينه كده. شايفين بقى الجمال والتوريقه والحلاوه؟ عظمه يمو ادهم عظمه. جميل جدا جدا وسهل قوي وبسيط جدا، مش هياخد منك اي وقت خالص ولا كمان مجهود. بدل ما نروح نجيب الكيس غالي، كيس تقريبا اللي فيه 5 وحدات ب6 جنيه او حاجه زي كده يعني، ليه احنا نعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه لولادنا ونفرحهم. تعالي بقى يا ستي كده نصلي على النبي ونقول معانا ايه: كوبايه ونص دقيق يا ست الكل، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار لبن بودر، ومعلقه زبادي كبيره. وكمان دي شوكولاته معايا، دي شوكولاته مطبخ، ممكن تجيبيها شوكولاته السايبه العادي اللي هي برضو مطبخ، اللي هي بتاعه المطبخ دي، ورشه ملح. خلاص، حاجات بسيطة وسهلة. هبتدي بقى ونحط ايه كده اللايك بتاعنا الجميل ونصلي على سيدنا محمد، وهننزل بيه كوباية الزبادي وعليها كوباية من الدقيق، مش هننزل بنص كوباية التانية دلوقتي، ومعلقتين اللبن البودر وده اختياري، ومعلقة البيكنج باودر ودي مش اختياري، ورشة الملح بتاعتنا الصغيرة. وهنسيب بقى الشوكولاته دلوقتي على جنب خالص، دي ليها حاجه تاني احنا هنعملها بيها، مش دي المهمه بتاعتها. هبتدي بقى ان انا اقلب كده طبعا بايدي، لان دي عجينه مش هينفع ان احنا نعملها بالمضرب. بصي بقى يا ست الكل، العجينه بتاعتك لازم تكون بتلزق. شفتوا كده عجينه السينابون؟ بس كمان بتكون اطرى شويه عن كده. كوكا واقفه جنبي ومش سايباني. المهم بقى هبتدي ان انا انزل بنص كوبايه الدقيق التانية كده، واحده واحده بالتدريج، بس احنا بصراحه هننزل بيها كلها، بس هنزل بيها بالتدريج عشان لو لقيت العجينه بتاعتي هتبتدي ان هي تجف او مش بتلزق شويه، لا مش هحط دقيق تاني. تمام؟ ده بيكون حسب الدقيق بتاعك وحسب كمية الزبادي اللي انت حطوها. انا جبت كوباية الزبادي كبيرة شوية، طبعا وريتكم اللي انا حطيت بقية نص الكوباية بتاعت الدقيق. ودلوقتي العجينة بتلزق معايا بسيط في ايدي، بس ايه يعني متماسكة، اقدر اللي انا اطلعها من ايدي كده. دهنت بقى الطبق ندعت كده زيت، وحطيت العجينة بتاعتي وغطيتها تريح شوية. اي عجينة لازم تريح معاكي عشان تطلع ناجحة. جبت بقى الشوكولاتة بتاعتي كده، وابتديت اللي انا اكسر فيها قطع صغيرة، ولو عايزة كمان تصغري قطع الشوكولاته عن كده عادي مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ان هي كمان فضلت مني حته وعملت منها صوص الشوكولاته، بس كمان كنت جايبه معاها شوكولاته خام سايبه من عند العطار. قطعتها بقى كده كلها قطع زي ما احنا شايفين، ولما ايدي وجعتني ابتديت اللي انا اكسر بايدي الهون والسكينه. وبعدين بقى حطيت الشوكولاته على جنب، وجبت العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين، وحطيت دقيق من فوق ومن تحت. وابتديت اللي انا افرد. ليه حطيت دقيق؟ عشان خاطر العجينه بتلزق شويه، فمش عايزينها ان هي تلزق معانا في الرخامه. طبعا غاسلين الرخامه ومخلينها زي الفل. ابتديت بقى اللي انا افرد العجينه زي ما احنا شايفين كده، فردتها رقيقه مش عايزينها تخينه. تمام؟ لان احنا لسه هنلف الرول بتاعنا، فمش عايزينه ان هو ايه يبقى تخين يعني او مقلبس كده ومكلكع، عشان كمان يستوي معانا. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده مثلثات 4/4 زي ما شفنا، وهبتدي ان انا اقطعها قطع صغيره كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى انت بتتحكمي اذا كنت عايزه قطعه المولتو بتاعتك او الكرواسون صغيره او كبيره، ده كده براحتك. هبتدي بقى اجيب حته الشوكولاته واقفل من الجناب زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا الف. شايفه بقى الجمال؟ عظمه. مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم العجينه جميله جدا وناجحه معايا. اهم حاجه ان هي تكون بتلزق شويه عشان كمان تقفل على بعضها، وده من نجاح المولتو بتاعنا، ان هي العجينه تلزق، تكون بتلزق كده معاكي. بس طبعا دلوقتي جميله جدا. لازم تقفليها من الجناب علشان خاطر ان انتي ما يطلعش منك الشوكولاته وهي بنعملها. بصوا يعني سهله جدا، واحده واحده معايا اهو. بنقفل من الجناب، نبتدي ان احنا نبرم كده العجينه. بصوا شايفين التوريقه بقى والجمال؟ جبت بقى صينيه مدهونه زيت، وحطيت عليها الكميه بتاعتي اللي انا بعملها، عشان خاطر مش هينفع اللي انا اسيبها كده، ممكن تلزق على الرخامه لو سبتها شويه كتير. هبتدي ان انا اخلص. بصوا كل القطع شايفين؟ عملت لكم كذا واحده اهو عشان تبقوا شايفينها. بقفل من الجناب وابتدي ان انا الف. مفيش اسهل من كده. خلاص كده يا ستي، خلاص يا ستي. بنقفل من الجناب ونبرم ونلف لحد ما نخلص القطعه بتاعتنا. شايفين بقى؟ ما شاء الله مورقه وجميله جميله بجد. خلاص كده بقى خلصت الكميه كلها معايا. شايفينها جميله؟ عملت لي 30 قطعه مولتو، يعني حاجه كده فوق الجمال.
وفوق الخيال، يعني حاجة فاخر من الاخر. جبت بقى الزيت بتاعنا سخن على النار، وبقول لكم كمان ان هو الزيت سخن. انا نزلت فيه المولتو او القطع الكرواسون بتاعتي، وابتديت ان انا اوطي النار، نار هادية مش واطية خالص. ليه؟ علشان يستوي العجينة معايا، تستوي وفي نفس الوقت ما يتحرقش، لان طبعا دي عجينة، وفي نفس الوقت الشوكولاتة بتاعتنا تسيح. تمام. عايزه اقول لكم موطيه عليه نص، يعني النار هاديه بس مش هاديه قوي، علشان خاطر يستوي معايا. تمام كده تمام. طبعا في الوقت ده انا كنت بعمل الشوكولاته بسيحها على النار، وده مش محتاجه ان انا يعني اوريها لكم، لو عايزين تشوفوها مره تانية عادي مفيش مشكله. بصوا شايفين جمال لونه. عايزه اقول لكم هنا كمان التليفون كان الفلاش طفى معايا عشان التليفون كان عايز يتشحن، يعني كده كمان من غير فلاش. شفتوا بقى جماله وحلاوته والعظمه بتاعته، تحفه بجد ما شاء الله. اللهم بارك، حاجه كده جميله. صلوا على سيدنا محمد واخبطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. بصوا بقى حطيت صوص الشوكولاته اهو، طبعا دي البتاعه دي بتاعه الكاتشب، انا طبعا غسلاها وعملت فيها ايه، سيحت الشوكولاته وحطيتها فيها. بصوا بقى الشوكولاته دايبه جوه ازاي، تحفه 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 بجد. والعجينه بقى طريه معايا وجميله جميله جميله. عملت معايا 30 قطعه. وعايزه اقول لكم صوص الشوكولاته ده سهل جدا، انا بعمله على بخار ميه وبحط فيه قطعه من الزبده عشان يكون طري معايا، وبس كده عادي يعني. بصوا جميله ازاي ومورقه وحلوه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، بصراحه جميله بجد. 30 قطعه مش اي حاجه يعني. بصوا القطعه كمان مورقه كده، 30 قطعه يعني، وحاجات بسيطة ومش مكلفة، يعني حاجة كده جميلة جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم. وده بقى الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.